أهلا بيكم. في حياتنا اليومية بنتصدم بخيبات كتيرة في الحياة بتهز ثقتنا في نفسنا، ومع تكرار الخيبات دي بنبدأ نفقد الأمل في قدرتنا على تجاوزها والتعافي منها، وبنبدأ نغرق في دوامة من الأفكار والمشاعر السلبية اللي بتخلينا نشوف نفسنا مجرد ضحية للظروف وتفقدنا قدرتنا على الحياة. وهي دي عقلية الضحية. لو عايزين تفهموا ايه هي عقلية الضحية وتعرفوا آثارها على حياتنا وصحتنا، تابعونا في حلقة النهاردة. ايه هي عقلية الضحية؟ عقلية الضحية هي طريقة تفكير خاطئة بيتبعها العقل، من خلالها بيبدأ يشوف نفسه مجرد ضحية لأحداث معينة، وما بيقدرش يشوف قدرته على التفاعل مع الأحداث دي وتغييرها، بمعنى انه مش بيقدر يدرك ان ليه دور يقدر يتفاعل بيه مع الاحداث دي ويغير الوضع اللي هو فيه، وبيبدأ يستسلم للاحداث اللي بتدور حواليه ويبقى مجرد رد فعل ليها او مفعول بيه. في الحالة دي الإنسان بيبدأ يتخلى عن مسؤوليته تجاه نفسه ويحمل مسؤولية حياته على أحداث وأشخاص آخرين علشان ما يشعرش بالذنب تجاه نفسه. والحالة دي ليها أسباب كتيرة، أهمها إن الإنسان بيكون فاقد الثقة في نفسه وفي قدراته، وإنه كمان مش قادر يحس بقيمة نفسه ولا بقيمة حياته. طيب امتى عقلنا بيبدأ يستخدم عقلية الضحية؟ عقلية الضحية عقلنا بيستخدمها عادة لمواجهة الأمور اللي بتشعرنا بالفشل، لكن الأخطر إنه يبدأ يستخدم عقلية الضحية لمواجهة كل أمور الحياة، وتبقى هي دي طريقة نظرتنا لنفسنا ولحياتنا. لأن في الحالة دي العقل بيبدأ يبعت لنا رسائل إننا غير قادرين على مواجهة الواقع وتغييره، والرسائل دي لما بتوصل لأعضاء الجسم بتخليها تستسلم للأمراض، وبتوصل للروح وبتفقدها طاقة الحياة. علشان كده الإنسان اللي بيستسلم لعقلية الضحية بيفقد إحساسه بالحياة وشغفه بيها، وده ممكن يقوده للانتحار أو للسلوكيات الانتحارية، زي إنه يستسلم لمرض معين ويرفض العلاج، أو إنه يخاطر بحياته من غير حذر، أو إنه يستسلم لعادات خطيرة ممكن تنهي حياته، زي الإفراط في التدخين أو الإفراط في تناول الكحوليات أو الإدمان. مهم جدا إننا ندرك إن عقلية الضحية مش مرض نفسي في حد ذاتها، لكن الاستسلام ليها أكيد هيوصل الإنسان للمرض النفسي الخطير، لأن عقلية الضحية بتدمر شبكات عصبية في المخ، وبينتج عن كده خلل في وظائف المخ وقدراته. علشان كده لازم نلحق نفسنا ونقوم أفكارنا ونعيد توجيهها قبل ما تغرق. الخبر الحلو إننا نقدر نغير طريقة التفكير دي، ونعلم العقل إنه يفكر بأسلوب مختلف ويشوف الحياة من منظور صحي جديد، وده عن طريق اللجوء لكوتش معتمد يقدر يساعدك من خلال جلسات الكوتشنج إنك تعيد صياغة أفكارك، وإنك تغير نظرتك لنفسك ولقدراتك ولحياتك. ومن خلال التمارين البسيطة اللي هيوجهك ليها الكوتش هيقدر عقلك يبني شبكات عصبية جديدة بدل اللي دمرتها عقلية الضحية، ترجع ليك التوازن الذهني والفكري. لو عايز تعرف ازاي تكتشف انك مستسلم لعقلية الضحية، تابعنا في الحلقة الجاية. ولو محتاج مساعدة من كوتش معتمد علشان تتخلص من عقلية الضحية، تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور أو منصة اسأل أو رسائل الصفحة. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكرك.